في ظل الحياة اللي احنا عايشين فيها من سوشيال ميديا، مشتتات، ذكاء اصطناعي، ريلز، تيك توك، انستجرام، شورتز، عموما وصلنا لمرحلة صعوبة الفهم، صعوبة الحفظ، النسيان السريع، تحس انك تايه مشتت، متقلب المزاج، مالكش نفس انك تروح تبدأ حاجة جديدة او تعمل الحاجات اللي عليك. فكل ده كان بيندرج تحت عدو جديد ظهر في حياتنا، وهو تعفن الدماغ. مبدئيا يعني ايه تعفن دماغ؟ تعفن دماغ هو ركود مستمر لدماغك، فانت بتستخدمها بشكل قليل عن الحد اللازم، فبتوصلها مع مرور الوقت لتعفن الدماغ. طيب ايه هي الاسباب اللي بتسبب لنا تعفن الدماغ؟ سبب رقم واحد هو الافراط في استخدام السوشيال ميديا والمحتوى السريع، زي فيديوهات التيك توك والريلز. كل دي فيديوهات بتستهلك دماغك بشكل محدد وصغير. ليه؟ لأن فيديوهات الريلز عموما ما بتزيدش عن دقيقة، دقيقتين، 3 دقايق، 5 بالكتير. فبالتالي دماغك على المدى البعيد ما بتعرفش تركز أكتر من 10 دقايق، ما بتعرفش حتى تتابع فيديوهات طويلة أو تدخل في موضوع محتاج منك تركيز، زي إنك تروح تذاكر أو تخلص اللي عليك. بقيت بتمل بسرعة، فأنت ما بتستخدمش دماغك في التركيز أكتر من دقيقة أثناء ما بتكون بتسمع فيديوهات الريلز. مجرد ما بتحس بالملل أو بتحس إن الفيديو ده طويل، ما بتستحملش إنك تكمل بسبب إنك مش عارف تركز مدة أطول، فبتجلب للي بعده وهكذا. فبالتالي على المدى البعيد دماغك بتوصل لمرحلة إنها ما بتقدرش تركز أكتر من 5 6 10 دقايق، وده كله بسبب فيديوهات الريلز والإفراط في استخدام السوشيال ميديا. السبب رقم 2 يا صديقي الاستهلاك بدون تفكير، وهي إنك بتبدأ تستخدم دماغك كمستقبل للمعلومات مش مفكر. انت ما بتفكرش، ما بتنتجش معلومات، ما بتكتبش، ما بتناقش الناس اللي حواليك، ولا بتتكلم ولا بتسمع افكار اللي حواليك وتحللها، تحلل افكارك وتتكلم وتطلعها. انت ما بتعملش كل ده، انت بس بتستقبل معلومات ملهاش اي فايدة، زي فيديوهات الريلز. انت لما تسمع من فيديوهات الريلز، اولا ده بيستهلك التركيز بتاعك لمدة لا تزيد عن دقيقتين، فبالتالي انت على المدى البعيد لسه متكلم فيها من شوية انك ما بتعرفش تركز لمدة طويلة، وبالتالي انت خلال الدقيقتين اللي انت بتسمع فيهم دول على المدى البعيد انت ممكن بتقعد ساعتين 3 على الريلز بس. وطول المدة دي انت بس مستمع، ومستمع لأحداث أو لقصص ملهاش أي لازمة ولا هتفيدك في حياتك. فبالتالي حاول تستهلك دماغك في التفكير بدل الاستماع، وإنها تكون شيء مستقبل، تكون مفكرة ومحللة للمشاكل، حل المشاكل اللي حواليك، حل مشاكلك. نمي ذكائك الاجتماعي بإنك تقعد مع أهلك، تقعد مع الناس اللي حواليك، تسمع مشاكلهم، تحلل مشاكلهم. حرك دماغك وبلاش تخلي دماغك دايما في حالة ركود مع فيديوهات الريلز. السبب رقم 3 قلة القراءة والتعلم. الاعتماد على العناوين الصغيرة والملخصات السريعة، وعدم قراءة المقالات الطويلة أو الكتب اللي المفروض هي بتنمي التفكير. على فكرة القراءة بتنمي التفكير والمفردات بشكل عالي جدا، فبالتالي الاعتماد على الملخصات السريعة بيضعف المفردات أولا، التحليل، الربط بين الأفكار. فبالتالي حاول تصنع وقت في يومك تقرأ فيه كتب، لأن الكتب عموما سواء كانت كتب فلسفية أو كتب علمية هي بتصنع عندك مفردات قوية، بتصنع عندك التحليل، إن أنت بتقرأ أولا بتفكر وبتحلل، بتصنع عندك الربط بين الأفكار، وده بيساعدك في حل مشكلاتك في الحياة. ده بيساعدك في سهولة ربط المعلومات اللي بتحصل في حياتك، وربط الأفكار، وتحليل القصص والأحداث اللي بتحصل في يومك. فبالتالي حاول تقرأ كتب، حاول تتعلم مهارة جديدة، حاول تحرك دماغك وما تسيبهاش في حالة ركود أو سكون، لأن ده على المدى البعيد بيصنع تعفن الدماغ. رقم 4 يا صديقي قلة النوم والصحة الجسدية والاجتماعية. عموما الإنسان لما بينام عدد ساعات أقل من 6 ساعات، فده على المدى البعيد بيضعف التركيز. فبالتالي حاول تحافظ على عدد ساعات كويس في النوم. حاول ما تستخدمش التليفون قبل النوم، لأن ده أولا هيساعدك على السهر، وإنك كل شوية بتقول طب والله ده آخر فيديو، طب دي آخر حاجة، وتنسى نفسك بالساعة والساعتين والتلاتة، وتتفاجأ إنك بتنام الساعة 3 4 الفجر. فبالتالي ده بيخليك تنام وخري يوميا،
وعلى المدى البعيد بيصنع قلة تركيز وركود وتعفن دماغ أساسا. فأنت حاول تنام بدري، حاول تنام بدري. ثانيا، الصحة الجسدية. حاول تحافظ على جودة أكل كويسة خلال يومك. حاول برضو تصنع رياضة في يومك، لأن الرياضة بتنشط الدماغ، سواء كانت كرة قدم أو كرة سلة أو سباحة، جري، جيم، أو حتى مشي. لو أنت مالكش في الرياضة عموما، امشي مثلا نص ساعة يوميا أو ساعة، لأن الصحة الجسدية والحركة والنشاط البدني بيصنع نشاط ذهني. فأنت حاول تحافظ على رياضة معينة، سواء كان رياضة أو مشي، علشان تنشط جسمك وتنشط دماغك في نفس الوقت. ثالثا، التفاعل الاجتماعي. حاول تتعامل مع الناس بشكل أكبر من اللي أنت فيه. حاول تتعامل مع أهلك وصحابك أكتر. حاول تتكلم أكتر. حاول تسمع مشاكل اللي حواليك بحيث تحللها وتحرك دماغك أكتر. تسمع أفكار اللي حواليك، تحللهم، تحلل مشاكلهم، تساعد غيرك في إنه يحل مشكلة معينة هو بيمر بيها وبياخد رأيك فيها. فبالتالي حاول تنمي حتة التفاعل الاجتماعي، وحاول تتعامل مع الناس، لأن ده بيحرك دماغك أكتر وأكتر. على الأقل ده هيبعدك عن القعدة لوحدك والاستماع للريلز وتضييع الوقت عليها. رقم 5 معانا من الأسباب اللي بتسبب تعفن الدماغ هو التشتت الدائم. بص في ايدك كده، دايما في ايدك موبايل، اشعارات، ريلزات. فبالتالي حاول تبعد عن الموبايل شوية، لان ده بيضعف التركيز العميق وبيخليك ما تخلصش المهام اللي عليك، زي المذاكرة او شغل او حاجة معينة انت تخلصها. وخد بالك ده بيدخلك في دايرة التسويف واللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. رقم 6 معانا هو غياب التحدي العقلي، وهو إنك ما بتشغلش دماغك طول اليوم، ما بتذاكرش، ما بتحطش دماغك تحت ريسك أو تحت ضغط معين، زي إنك تذاكر، تخلص اللي عليك، تدخل دماغك في وضع تركيز عالي. فبالتالي حاول تصنع في يومك شيء بيستهلك دماغك في التركيز، بيحط دماغك تحت ضغط وتحت ريسك معين، زي إنك تحل مشاكل، تسمع اللي حواليك وتحل مشاكلهم، تلعب لعبة ألغاز زي مثلا الشطرنج، لأنها بتنمي التفكير وبتعلي من سرعة الحفظ. فأنت حاول تصنع في يومك شيء بيحط ضغط معين على دماغك، علشان ما تفضلش في حالة سكون، وعلى المدى البعيد توصل لمرحلة تعفن الدماغ. رقم 8 والأخيرة في أسباب التعفن الدماغي، وهو إنك تستبدل المتعة السريعة والفورية بمتعة الإنجاز على المدى البعيد. المتعة السريعة والفورية دي هي الريلز، الضحك، الفيديوهات السريعة، المحتوى السريع. دي كلها متعة سريعة ما بتحسش بيها على المدى البعيد، أنت بتحس بيها في لحظتها. استبدلها بالمتعة الطويلة، زي إنك تخلص حاجات معينة عليك، مذاكرة، شغل، تنجز مهام معينة، وده على المدى البعيد هيخليك فخور جدا بنفسك. فانت استبدل المتعة السريعة والريلز بالمتعة اللي هي على المدى البعيد في انجاز المهام، حتى على الاقل ما تدخلش نفسك في دوامة التسويف، لان استخدام الريلز والسوشيال ميديا عموما بشكل مفرط بيسبب لك تضييع للوقت. فبالتالي ما تخلصش عليه اللي عليك من شغل او مهام عموما، وبتدخل في دائرة التسويف. فانت لازم تستبدل المتعة الفورية بانجاز المهام. وفي النهاية يا صديقي، مشكلة تعفن الدماغ بتتلخص في جملتين بس: استخدام السوشيال ميديا المفرط وقلة استخدام التفكير. حاول تقلل استخدام السوشيال ميديا وكتر من التفكير وحل مشكلاتك بنفسك. حاول تتعامل بشكل اجتماعي أكتر، تعامل مع الناس، حلل مشكلاتهم وحلل مشكلاتك، واعتمد على نفسك في حل مشكلاتك والتفكير. حاول تصنع في يومك نشاط ذهني وبدني وحركي عموما، إنك تتحرك وتنشط دماغك، نشط ذهنك في إنك تحط عليه ريسك معين. وطبعا أنا عارف إن في ظل العصر اللي احنا بنعيش فيه من الصعب إن أنت تبعد عن السوشيال ميديا بشكل مطلق، ولكن انت تبعد عنها بشكل نسبي وتكتر من استخدام دماغك اكتر. خلص اللي عليك وذاكر وحط دماغك تحت ريسك، شغل، مذاكرة، ايا كان. حرك جسمك، نشط جسمك، لان النشاط الجسدي بيصنع نشاط ذهني. وكمان نشط ذهنك في التفاعل مع الناس، التفاعل الاجتماعي عموما
التفاعل مع أهلك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع الناس اللي بتحبهم، اسمع مشاكلهم، حللها، حلل مشاكلك، اعتمد على نفسك في حل مشكلاتك وما تلجأش للذكاء الاصطناعي. وفي النهاية بشكرك إنك وصلت اللحظة دي. متنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. كان معك محمد. سلام.